مرحبا أنس. مرحبا بك جيهان ومرحبا بجميع المشاهدين الكرام. والبداية ستكون من موقع مدار 21 الذي تطرق إلى العوامل التي جعلت المنتخب المغربي يكتسح الغابون برباعية، بداية بحسم المنتخب الوطني المبكر للمباراة وتألق الحارس ياسين بونو، بالإضافة إلى إبداع الخط الهجومي بقيادة الزلزولي ودياز وزياش. انتقادات رغم الفوز برباعية، هل أقنع المنتخب المغربي أمام الغابون؟ هذا العنوان نجده بموقع العمق الذي تحدث بدوره عن العرض الممتع الذي قدمته العناصر الوطنية في هذه المباراة. مباراة عرفت مجموعة من المؤشرات الإيجابية، خاصة على مستوى بناء الهجمات وخلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل وممارسة الضغط العالي على الخصم. لكن في المقابل استعرض الموقع بعض النواقص والهفوات التي طبعت أداء المنتخب، خاصة من حيث التغطية الدفاعية والشوارع في الخط الخلفي للنخبة الوطنية، وهو ما تطرق إليه كذلك موقع جريدة المنتخب، حيث اختار هذا العنوان: أزمات الأسود التي يصعب حلها. وذكر الموقع أن المستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني على مستوى الدفاع الأوسط لا يطمئن إطلاقا ولا يبعث عن التفاؤل، حيث لاحظ الجميع سهولة اختراق الخصم الغابوني لخطوط كتيبة الركراكي وعدم انسجام الثنائي نايف أجرد وعبد الكبير عبقار. أما موقع أخبارنا فسلط الضوء على ركلة الجزاء التي أثارت الجدل بين زياش ودياز، حيث قال وليد الركراكي إن حكيم زياش يحترم التراتبية التي يضعها المدرب في تنفيذ ضربات الجزاء، موضحا أن هذه الأمور عادية وتحدث في أي فريق أو منتخب. كما أشار الركراكي إلى أن زياش التزم بتعليمات المدرب بصفته قائدا للمنتخب. وعلاقة بحكيم زياش فقد اقترب من معادلة رقم صلاح الدين بصير، وهذا ما ذكرته جريدة اليوم 24، حيث سجل زياش 25 هدفا مع المنتخب، أي بات على بعد هدفين فقط من معادلة رقم صلاح الدين بصير الذي يحتل وصفة هدافي المنتخب الوطني على مر التاريخ ب27 هدفا، بينما ينفرد الهداف التاريخي للأسود أحمد فرس بالصدارة ب36 هدفا. شكرا لك أنس، نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني وإلى الأحد المقبل بحول الله. نغلق اللحظة.